اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم بقى النهاردة هنعمل مع بعض فيديو مميز؟ زي ما انتم شايفين عملنا مع بعض حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم كده الأيام بخير يا رب. تعالوا بقى قبل ما نبتدي الفيديو ونشوف الحلاوة الجميلة دي عملناها ازاي. متنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتشتركوا في القناة وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله. ويلا بينا نبتدي الفيديو. هنا حطينا السكر والمية. المقدار بتاع السكر حطينا 200 جرام من السكر وحطينا 75 جرام من المية، وكمان هنحط هنا عسل الجلوكوز هيبقى برضو 200 جرام. حلاوة المولد بتبقى محتاجة ان احنا نستعمل فيها الميزان علشان تبقى مظبوطة وتطلع الحاجة حلوة جدا. زي ما انتوا شايفين انا كنت جايبة نص كيلو من الفول السوداني، حطيته في صاج ودخلته الفرن يتسخن. وبحضر بقى كل حاجة كده هنا. دهنت الصينية بتاعتي اللي هفرد فيها بعد كده والنشابة كمان، وحطيت هنا العسل بتاعي على النار. ما بقلبوش خالص بمعلقة ولا اي حاجة، يا دوبك كده بهزه بس بايديا كده الحله بس. مجرد بقى ايه كل شويه بعمل اختبار، لقيت العسل لسه ممسكش كده وما بقاش يقطم، يبقى لسه ني وما استويش. ما استعجلش عليه عشان ما يطلعش في الاخر طري وما يقطمش زي ما بنشتريها من بره. خلاص بعد ما لقيت العسل بتاعي استوى كده وخد لون ذهبي، بنزل بقى السوداني كده عليه بعد ما سخنته في الفرن، ولازم اقلبه بسرعة جدا. لازم وانتي بتشتغلي في حلويات المولد تبقى سريعة علشان ما تمسكش منك لا قدر الله، لو قفشت مش هتعرفي تتصرفي فيها خالص. نزلتها زي ما انتوا شايفين كده ودهنا كل حاجة زي ما قلت لكم بالزيت. هبتدي بقى بالنشابة كده افردها، وخلي بالك وانتي بتشتغلي فيها ما يكونش حواليكي اطفال ولا اي حاجة، لان لا قدر الله لسعتها وحشة جدا. ابتديت برضو قبل ما تنشف كده وتمسك خالص ان انا احددها كده بالسكينة، والسكينة برضو بتاعتنا دهنها زيت. انت بتتعاملي مع سكر وكده فالحاجة ممكن تلزق في السكينة او حاجة زي كده فمش هتعرفي تتعاملي. هنا بقى كانت يا دوبك بس بردت شوية، بس لسه سخنة لسه دافية شوية. ابتديت بقى ان انا افصلها عن بعض كده عشان ما تمسكش ايه وتبقى كلها قطعة واحدة. شايفين بعد ما قطعتها طبعا عايزين تعملوها صوابع تعملوها عريضة، الشكل اللي انتوا عايزينه. كده خلاص خلصنا بقى الفولية. هنخش بقى على السمسمية الصنف التاني من حلاوة المولد. حطيت برضو نفس المقدار بتاعنا موحد بتاع العسل. بس انا هنا قللته شوية عشان طبعا احنا ما بنحبش السمسمية قوي زي الفولية، فكنت الفولية بس مضاعفة الكمية. زي ما انتوا شايفين طبعا عسل الجلوكوز بيبقى صعب شوية في التعامل، بس جبت هنا الميزان عشان طبعا اوزنه ايه بالظبط. لو حطيته برضو في كوباية بيهدر، فالميزان قصدي الوزن ما بيطلعش مظبوط. وحطيت كده زي ما انتوا شايفين على النار العسل بتاعي، وبرضو السمسم خدته وحطيته في الفرن علشان يسخن. وابتديت ان انا اختبر زي ما انتوا شايفين كده واشوف العود بتاع الشربات بتاعي وصل لحد فين. هو مجرد ما يتقل قوي كده وتحسي ان هو عامل زي شبكة او خلية النحل كده، خلاص هو تمام مستوى. بننزل بقى عليه بالسمسم وكده. بس اهم حاجة زي ما قلت لكم لازم تكونوا اسرع من كده شوية. برضو بقلبه كده زي ما انتوا شايفين، وبرضو بروح بعد خلاص كده ما الاقي العسل مسك في السمسم كويس قوي، بروح برضو اعمل نفس الخطوات واروح منزلاه في صاج مدهون بالزيت. اهم حاجة ما تنسيش تدهني زيت علشان مفيش حاجة تلزق منك. بجيب النشابة بتاعتي برضو وابتدي كده ان انا افرد بسرعة. هي حلاوة المولد سهلة وكل حاجة، بس ليها تكنيك كده معين لازم نمشي عليه عشان الحاجة تطلع مظبوطة. زي ما انتوا شايفين انا فردتها اهو، وابتديت برضو ان انا احدد كده اي مقاس انا عايزاه، سواء بقى كبير صغير اللي تحبيه واللي يريحك. اهو برضو قبل ما تمسك شوية بتبقى لسه طرية يعتبر دافية يعني، بتبتدي بقى ان انت تفصليها عن بعضها كده عشان متبقاش ماسكة. شايفين جمال الحاجة ازاي ونضيفة، واسعارها بصراحة برا حاجة صعبة يعني. احنا لو اشترينا حلاوة المولد من برا هنجيبها باسعار خيالية. ده برضو الصنف التالت بتاعنا. هنعمل الحمصية نفس التكنيك.
عشان ما اقولش الكلام كتير. حطينا برضو العسل بتاعها على النار، برضو لقيت العسل لسه ما استواش، فهسيبه شويه لحد برضو ما ياخد اللون الذهبي بتاعه. ايوه كده خلاص مسك بقى تمام. هبتدي بقى ان انا انزل الحمص بعد ما سخنته. اي حاجه من المكسرات هنعملها بندخلها الفرن الاول تسخن شويه، وبعد كده ننزل عليها بالعسل على طول. ما بنسخنهاش من على البوتاجاز من فوق عشان ما تتحرقش وتمرر وتبقى طعمها مش حلو. كله بيخش الفرن عشان يبقى يعني درجة الحرارة واحدة. اهو برضو نفس الكلام، نزلت كده في الصاج بتاعي اللي مدهون زيت. معلش بقى اذا كنت بكرر الكلام كتير عشان ما تنسوش وتلاقوا ايه الحاجة لزقت منكم ولا كده، فمش هتعرفوا تسلكوها خالص. اهو تمام كده. ابتديت برضو ان انا كده افصلها عن بعض. زي ما قلنا اعيد عليكم المقادير تاني: 200 جرام من عسل الجلوكوز، 200 جرام من السكر، و75 جرام من المية. والمكسرات بتبقى نص كيلو، سواء بقى حمص، سمسم او سوداني. هنا بقى هنعمل الصنف الرابع وهي الدومية. مقادير الدومية بقى: هنحط كوباية ونص من السكر، وكوباية ونص من المية، ونص كوباية من عسل الجلوكوز. اهو بصوا هنا لما حطيته كده في الكوباية المعيارية، يعني تقريبا الكوباية خدت ربع المقدار. فاحسن حاجة فعلا زي ما عملنا كده في الاول نوزن على الميزان. هنسيبه كده برضو ما نحركوش خالص، عشان لو حركناه او قلبناه باي معلقة هيسكر. هنا نزلت كده بربع معلقة من الملح الليمون، واول ما غلي كده شوية هنزل بمعلقة صغيرة من مية الورد. الملبن بيحتاج مية ورد، اي نوع من نوع الملبن. هنا برضو رحت نازلة، كنت مدوبة نص كوباية نشا على ربع كوباية مية، دوبتهم مع بعض كويس جدا، ورحت نازلة على السكر كده بتاعي. لازم تقلبي كويس جدا وما تسيبيش خالص الخليط في المرحلة دي، لان ده طبعا نشا وممكن ان هو يكتل ولا يلزق لا قدر الله في الصينية من تحت. فاحنا ايه، نخلي بالنا. هنا بعد ما خلاص تقل وشفت القوام، رحت جايبة معلقتين جيلاتين كبار على ربع كوباية من المية السخنة، ورحت مدوباهم كويس فيها قوي، ورحت نازلة برضو زي ما انتوا شايفين، وبرضو مستمرية في التقليب لحد ما ابتدى ان هو يتقل خالص كده، والمية اللي حوالينه تتبخر. ابتديت برضو ورحت نازلة باللون الاحمر. طبعا اللون الاحمر ده معروف جدا عن الدومية. بعتذر ان انا اتلخبطت في مقدار المية اللي دوبنا فيها النشا. هي كوباية الا ربع مية، مش ربع كوباية، على نص كوباية نشا. زي ما انتوا شايفين هنا كده خلاص انا حطيت السوداني بتاعي، وهصبها بقى في القوالب، اي قوالب عندي مربعة كده. هنا لقيت الكمية كبيرة شوية، فرحت حطها على قالبين. هسيبها بقى زي ما انتوا شايفين كده، بيتها لتاني يوم، بتقعد حوالي 24 ساعة عشان اعرف اقطعها. هنا بقى جينا للصنف اللي بعده، احنا هنعمل دي القشطية. حطيت كوبايتين من السكر، نص كوباية مية، وهحط كده بعد ما يغلي شوية كوباية الا ربع من عسل الجلوكوز. زي ما انتوا شايفين كده. نزلت نص كوباية في الاول، وبعد كده رحت نازلة بربع كوباية. بسيبه برضو زي ما احنا متفقين ان احنا ما بنهزش خالص السكر بالمعلقة خالص، ولا معلقة خشب ولا اي حاجة. بعد ما بيغلي شوية كده بنمسك الحلة زي ما انتوا نحركها حاجة بسيطة ونسيبها لحد ما تغلي بس دقيقتين. هنا بقى جبت معلقتين كبار من الجيلاتين، نزلت عليهم بنص كوباية مية مغلية، وشغلت عليهم المضرب. لازم القشطية تتعمل بمضرب كهرباء او عجان. بعد ما اتأكدت خلاص ان المعلقتين جيلاتين دابوا، رحت نازلة بقى كده بالعسل بتاعي اللي هو السيرب ده، يعني زي ما يكون كده خيط نازل، حاجة بسيطة كده، ما ننزلش عليه بمرة واحدة. لازم ننزل حبة بحبة كده. زي ما انتوا شايفين القوام اتغير وابتدى يبقى فومي، لحد ما ابتدى يوصل كده كأن قوام اسبونج او كيك يعني. زي ما انتوا شايفين انا جبت الصينية بتاعتي هنا ودهنت، حطيت فرشت فيها كيس
تلاجة ودهنته بالزيت، ورحت نازله عليه بشويه من جوز الهند وشويه من الزبيب. عايزين تحطوا فروته مسكره، مكسرات، اي حاجه اللي انتوا بتحبوها يعني حطوها. نزلت كده بالخليط بتاعي، ورحت حاطه من فوق برضو شويه زبيب وجوز الهند، وسبتها برضو لتاني يوم. بسيبها على الرخامه، متدخلهاش التلاجة عشان برضو اعرف اقطعها. بتقعد حوالي 24 ساعه برضو. هنا بقى هنعمل حاجه هنشتغل بيها برضو. هو طبعا مش من حلويات مولد النبي، بس هقول لكم مقاديرها. ده اللبن المكثف المحلى، كوبايه من اللبن البودر، وكوبايه من السكر البودر، ومعلقتين كبار من الزبدة، وتلت كوباية من المية المغلية. حطيتهم كده في الهاند بلندر ورحت ضرباهم، وده القوام بتاعهم. بصراحة اجمد من ان انت تشتريه من بره، وموفر جدا، مش هيبقى غالي زي بره خالص. هنستخدمه بقى في ايه؟ انا جبت دلوقتي هنعمل الفخفخينة، ودي اخر حاجة معانا في حلاوة المولد. جبت هنا ربع جوز الهند، ربع كيلو. بنزل عليه كده باللبن المكثف لحد ما يبقى عجين كده لين، اعرف اشكله يعني. وجبت هنا قمر الدين، لفة قمر الدين بتجيبها بقى من عند مستلزمات خامات الحلويات، او عطار يكون موثوق فيه يعني. زي ما انتوا شايفين ده القوام اللي انا كنت عايزاه. فردت القمر الدين، وابتديت ان انا افرد الجوز الهند بتاعي كده. بس النصيحة ما تعمليه ازاي وتمليه قوي، يعني انا كنت متوصية عشان تعرفي يعني تلفيه كده. حطيت برضو كده الحشوة بتاعته زبيب. انت عايزة تحطي مكسرات حطي زي ما انت عايزة اللي يريحك. هبتدي كده الف زي ما انتوا شايفين، وبساعد نفسي كده بالورقة البلاستيك بتاعتها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده ادخله التلاجة. ده الحاجة الوحيدة اللي بتخش التلاجة تشد شوية، حوالي 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. وبعد كده تجيبي سكينة مشرشرة مدهونة بالزيت، او سكينة حامية، وتقطعيها بقى ترانشات زي ما انتي هتشوفي دلوقتي انا بعمل ازاي. اهي كده. سهلة وبسيطة وما خدتش وقت، ومقاديرها سهلة جدا يعني. هو ربع جوز الهند بس، واللي انتي عايزاه بقى، سواء مكسرات اي حاجة بتحبيها. شايفين شكل الفخفخينة بتاعتنا؟ شكلها جميل جدا. بصراحة انا بنصحكم ان انتوا تعملوا الحاجات دي في البيت، وموفرة جدا ونضيفة جدا، وبتبسطوا بيها اولادكم. احنا بنعمل الحاجات دي بس علشان بتبقى منتشرة يعني في الشوارع، فاولادنا بيشوفوها بيبقوا نفسهم يجيبوها وكده، فاحنا نعملها في البيت اوفر وانضف بصراحة. ده خلاص بقى هوريكم هنا. تاني يوم انا كنت بقطع بقى الحاجات اللي سبتها من امبارح، زي الدومية وزي القشطية. شايفين القوام بتاعها بقى جميل ازاي؟ اهم حاجة وانتي بتقطعي الحاجات دي لازم السكينة بتاعتك تكون مدهونة زيت كويس جدا. وطبعا حطاها على الكيس البلاستيك ده برضو، حطاه مدهون زيت. هنا عندي ورق تغليف بتجيبيه من اي حد بتاع محل تغليف يعني، اوراق والحاجات دي. هنا زي ما انتوا شايفين ابتديت ان انا الف كده الملبن بتاعي. طبعا مش هينفع يخش من جوه عشان كله سكر فهيلزق، فكنت بحطه كده من بره والفه كده واروح لازقاه. دي بقى القشطية بتاعتي، شايفين جمالها؟ بقطعها برضو بسكينة مدهونة من الزيت. اوعي تنسي وتروحي مقطعاها من غير دهنة زيت، دي هتلاقيها مسكت فيها، وما هتلاقيها مش قادرة ان انتي تطلعيها منها اصلا. هنا بقى التركة اللي بعملها في القشطية لما باجي اقطعها، لازم يبقى معاكي كده طبق فيه جوزة الهند، وتروحي مبطناها من كل الجوانب، عشان طبعا مش هتلزق في اي حاجة انت مثلا ماسكاها مش عارف ايه. بتحطيها بعد كده في كيس التغليف، وتبقى كأنك جايباها من بره. الولاد اصلا بيفرحوا بالكيس كأنه انت شارياه من بره. وده كده الشكل النهائي لحلاوة المولد بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو فاتكم لو حاجة بسيطة. ولو عايزين اكتب لكم المقادير في الكومنتات قولولي، وانا ان شاء الله هكتبها لكم. ما تنسوش بقى اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.